النهارده عمنا مايك كان ماشي في الشارع ولاحظ حاجه كده، فلفل احمر حار مرصوص في كل حته. طلع في الاخر ان في مطعم من مملكه بوتان فاتح قريب، وعم مايك اللي عمره ما جرب الاكل البوتاني قبل كده قرر يدخل ويجرب. دخل المطعم، قعد على الترابيزه وماسك المنيو يقرا فيه بتركيز. لقى ان كل الاكلات فيها فلفل حار. قال خلاص هجرب الحاجات اللي المنيو بيرشحها. ندى على الجرسون وطلب سلطه خضار حاره ديمبلينجز، فطائر على البخار، فلفل مقلي بالجبنه، لحم مطبوخ بالفجل الابيض. اما عن المشروب فاختار شاي اسمه شاي الحبه القويه، او زي ما بيسموه كده شاي العمر الطويل. ده شاي اعشاب بوتاني مشهور جدا، ريحته فريش وطعمه فيه نكهه قشر اليوسفي، وبيفضل طعمه في البق لفتره. اول طبق وصله كانت ديمبلينجز، الجلد شفاف كده وشكله متقن، شكله يفتح النفس، والصلصه اللي معاها كانت كلها فلفل حار. عجبت عم مايك جدا، غمس واحده في الصوص وحطها في بقى. العجينه كانت رفيعه واللحمه طريه مليانه عصاره. اول ما خلص واحده مسك التانيه بسرعه واكلها كلها في قضمه واحده. كل ما يمضغ اكتر العصاره تنزل اكتر لحد ما خلص الطبق كله وهو مبسوط جدا. بعدها وصلت سلطه الخضار الحاره، اسمها بسيط بس شكلها كان ملفت جدا، الوانها زاهيه وخضار فريش مرشوش عليه جبنه، وطعمها كريسبي ومنعش. الفم كله اتملى بنكهه سبايسي خفيفه كده فيها ملوحه وسكر بسيط. نيجي بقى للطبق الاشهر، الفلفل المقلي بالجبنه، بس المفاجاه انه مش مقلي فعلا، ده اكتر زي يخنه معموله بجبنه وفلفل حار. ودي اكله اساسيه عند شعب بوتان، بياكلوها في كل وجبه.